في الفيديو ده اي حد عايز يتفسح على قد الميزانيه او عايز يتفسح في ارخص مكان في القاهره، هنوريكم مكان تقدر تدخل فيه، اماكن طبيعيه للتصوير، هتلاقي بحيره، هتلاقي ملاهي اطفال تقدر تصطاد، هتلاقي مكان تتصور فيه. كل ده تابعونا في الفيديو عشان نقول لكم سعر مش هتصدقوا ان هو لسه موجود حاليا في الوقت اللي احنا فيه. من اول ما تدخل المكان هتلاقي المكان مريح نفسيا، هتلاقي في داخله المكان معاك شلال بيشتغل في اوقات معينه من اليوم، اماكن خضراء ومساحات واسعه جدا، هتلاقي نخل قدامك، هتبدا اصلا تستريح نفسيا وتلاقي هدوء، وكل ده بسعر قليل جدا. هتلاقي موجود معاك بحيره صناعيه موجوده في المكان كبيره تقدر تصطاد فيها بثمن بسيط جدا، حوالي 100 جنيه للفرد، وتصطاد براحتك طول اليوم. اماكن للتصوير لو انتوا اسره او عيله، تعالوا معانا هناخدكم جوله في المكان الاول بعربيه في المكان نتفرج عليه كله، وبعد كده نصور لكم كل حاجه لوحدها. في المكان لما تيجي لازم تاخد جولف كار هتلففك المكان كله، وقبل اي حاجه تسال على كريم، شاب عسليه لففنا المكان كله وشرح لنا المكان ووفر لنا كل حاجه ممكن تحتاجها عشان تقدر تعرف انت هتتحرك فين، تبدا بايه، تقضي يومك ازاي. فلما تيجي تسال على كريم انت هنا هتلاقي راحه نفسيه، كل ما تمشي انت حواليك خضره في كل مكان. هتدخل جوه هتلاقي منطقه كيدز اريا دي ب 15 جنيه الفرد طول اليوم، وكمان هتلاقي العاب موجوده في المكان من كترها ما قدرناش نصورها كامله، صورنا لكم حوالي 90% منها. اي لعبه هتلاقيها موجوده ب 15 جنيه. المكان موجود فيه قاعات افراح اكتر من قاعه لجميع المناسبات، تحتوي جميع الاعداد. وهنا هتلاقي الامن موجود معاك في كل مكان عشان تبقى مستريح سايب حاجتك مطمن. فتعالوا المكان وجربوه وان شاء الله تلاقوا حاجه كويسه. هنا سعر المكان، سعر تذكره الدخول 30 جنيه للفرد، تقدر تقضي بيها طول اليوم وتقعد في المكان تستمتع بكل المميزات اللي موجوده. الا لو عايز تركب بس الالعاب، سعر اللعبه في المره 15 جنيه.